بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المتابع الكريم في كل مكان. تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بك في لقاء جديد وفي حلقة جديدة. انتهت دور المجموعات أو انتهى دور المجموعات بالنسبة للهلال، والهلال تأهل وهو متصدر لهذه المجموعة. لكن أنا داير أتكلم في الحلقة دي في نقطتين مهمات جدا جدا. النقطة الأولى وسؤال مهم: هل الهلال بهذا الشكل ممكن يتعدى دور الثمانية؟ لأنه أنا اتفقت معاكم إنه إحنا ما حنتكلم عن كاس ولا دوري أربعة، نحن حناخدها خطوة خطوة. تكلمنا في البداية قبل المجموعات للمذاكرين: هل الهلال قادر يصل المجموعات؟ وصلنا المجموعات. الهلال الآن هل قادر يتأهل من المجموعات؟ إذا أهلنا من المجموعات. الآن السؤال: هل الهلال قادر يتخطى الدور ربع النهائي بهذا الشكل؟ للنقطة الأولى. السؤال الثاني والنقطة الثانية المهمة: بدلاء الهلال ما لهم وما عليهم؟ بدلاء الهلال، هل الهلال يملك دكة بتاعت بدلاء جيدة؟ ده السؤال الثاني. فمحور الحلقة حيدور في الحالتين دي. أبدأ لك بالسؤال الأول والمهم: هل الهلال بهذا الشكل ممكن يمشي لقدام أو ممكن يتخطى دور الثمانية؟ الإجابة وبالفم المليان: لا. بهذا الشكل وبهذا الكاركتر وبهذه الطريقة وبهذا النهج الهلال لن يتخطى الدور ربع النهائي، لن يتخطى مهما قابلت أي نادي، الأهلي، بيراميدز، الترجي، ما عارف أي نادي قابلته بهذا الشكل لن تتخطى الدور ربع النهائي، للأسباب الآتية. نمرة واحد: الهلال عنده إشكالية كبيرة في التنظيم، وإشكاليات الهلال كلها تدور فنيا. مشاكل الهلال فنية. فالمشكلة الأولى للهلال هي مشكلة التنظيم. التنظيم بتاع الهلال ما تنظيم مرن، ممكن يتبني على حسب احتياجات المباراة وعلى حسب التيم اللي أنا بقابله. الهلال في كل مباريات المجموعات لم يقنع أداء، لم يقنع، وإن كان أقنع في النتائج في أول 3 مباريات، أقنع في النتائج، لكن لم يقنع في ال3 مباريات الثانية، لا نتائج ولا أداء. أقنع الناس بالنتائج عفوا في المباريات الأولى، لم يقنعهم بالأداء. ما كان في أداء للهلال، كان في نتائج فقط، في نتائج بتجي، لكن ما كان في أداء، ما مصروف بأداء. ال3 مباريات الثانية اللي خسرنا فيها 2 وتعادلنا في واحدة، تعادلنا قدام المولودية وخسرنا قدام الشباب وقدام مازيمبي. ال3 مباريات دي فقدت الأداء والنتائج، بقى الهلال بلا أداء وبلا نتائج. وكان من المفترض إنه كل مباراة الأداء يتحسن من مباراة لمباراة، لكن نحن ماشيين في أسوأ. ونحن خلاص حنتكلم بكل تاكيد باريحيه وبراحه، لسه قدامنا شهرين لدور الربع النهائي، حنتكلم براحتنا وحنتكلم بالحقائق وحنقول كل شيء، لا في ضغط ولا في انه الناس دي عندهم مباريات، لا خلاص. فشكل التنظيم، طريقه اداره فلوران للمباريات، كان بتكون خاطئه وغير مجديه. وهنا انا بسأل: الدور بتاع خالد بخيل شنو؟ وين دور المساعد؟ المدرب المساعد وين دوره في اللي بيحصل ده؟ اذا كان هل هو راضي باللي بيحصل ده؟ وين دوره؟ يبقى يا جماعه دي جمله مشاكل بيعاني منها الهلال. ضيف لي كده عدم وجود البدائل الناجحه عند الهلال. وإذا أنت لا تملك بدلاء ناجحين لن تستطيع التأهل أو التقدم في أي بطولة. ما عندك دكة بدلاء تملى العين، صدقني أنت في أي لحظة ممكن تفقد المباراة، أي لحظة، لأنه أحداث المباراة ما مضمونة وما معروفة. في أي لحظة بيصاب لك لاعب، في أي لحظة بيتم طرد لاعب، في أي لحظة مستوى لاعب بينزل. لذلك لو ما عندك دكة بدلاء تملى العين وتغطي النص، يبقى انت ما حتمشي لقدام.
وده انا حخلي مدخل، يعني الجمله الاخيره دي حخليها مدخل للجزء الثاني من الحلقه، واللي هو موضوع البدلاء. اول حاجه انا بستغرب جدا وبحتار جدا في اللاعب اللي بيكون بديل وهو مرتضي للحاجه دي. في لاعبين بيكونوا قاعدين في النادي زيهم وزي الموظف بتاع المعدات، زيهم وزي الموظف بتاع المكتب التنفيذي، زيهم زي اي عضو في النادي. لا يعني قاعدين ومرتضين بالوضع اللي هم فيه، ما بيتطوروا، ما في تطور في اداء اللاعب. يا جماعه اللاعب يجب ان يقيم في 3 مواسم بالكثير، 3 مواسم بالكثير كاقصى حد، محلي على محترف. بجيبك وبقيمك، لعبت كم، اديت كم، نفعت الفريق في كم. اذا ده ما ساوى ده انا طوالي بمشيك، يعني يبقى ما في فائده من جلوسك. اذا انت كلاعب ترتضي الجلوس احتياطيا وبديل، متى مع النادي احتاجك تخش، ولما تخش ذاته ما بتفيد النادي، يبقى فائده وجودك شنو؟ فانا والله ما اكثر حاجه بتحيرني اللاعب اللي بشوفه بديل بالسنين قاعد، ده انا باخذ عنه انطباع عنه اول حاجه هو لاعب يعني ما داير يتطور. اول حاجه هو ما داير يتطور. نمره 2 عاجبه الوضع اللي هو فيه، مبسوط جدا كونه قاعد بيلعب في الهلال، ده قمه طموحاته، خلاص ده داير يصل هنا. الحاجه الثالثه لا يكل ولا يميل من الجلوس في كاميرا الاحتياطي. يا جماعه في اسوء من انك تكون قاعد في الكنبه جنب المدرب، في اسوء من الاحساس ده، او تكون برا ال 18. انا ما عارف اللعيبه دي ما بحسوا كيف. والله انا لو بقيت لاعب مش في الهلال يا اخي، في الريال قاعد 3 4 سنة ما بلعب، يا اخي بطل بمشي نادي ثاني عشان العب، عشان اادي. ما ممكن اكون قاعد في الهلال 8 سنة و7 سنة و6 سنة و10 سنة يا اخي، ما منك فايده، قاعد في زياده عدد بتبقى التمرين يا اخي. والمشكله ما فيك انت بس، المشكله حتى في مجلس الاداره اللي بيبقي عليك. ليه انا اخليك قاعد؟ مستفيد منك شنو انا؟ عشان تملي التمرين؟ تمشوا نجيب واحد ثاني. نعم الفريق عنده 11 اساسيين وعنده احتياطي لكن شوف، الاحتياطي ده بتجي مرحله من المراحل بيبقى اساسي، لانه الاساسي ده ما طول عمره حيكون اساسي، حتحصل له ظروف، مستواه بينزل، بيصاب، بيطرد. فانت لو ما استغليت الظروف حقت الاساسي دي وبقيت اساسي محله وقعدت هو كنبه، يبقى ما منك فايده. فكيف انت بترتضي لنفسك انك تكون قاعد احتياطي؟ دي رسالتي لكل البدلاء الموجودين في الهلال، من ابو 20 لا ياسر مزمل، كلهم مرورا بمندي، مرورا بصلاح عادل، مرورا بما عارف من هو، كله القاعدين احتياطيين، بفارس بغيره بكلهم، خصوصا القاعدين في الهلال اكثر من 3 سنة. انت كيف بترتضي لنفسك الحاجه دي؟ انت كيف قادر تعيش في نادي يا اخي زيك وزي اي موظف قاعد؟ يعني يا اخي انت لاعب كوره، ده اكل عيشك. اكل عيشك ما في كوره بدك لها ايام التسجيل، طور نفسك عشان تطور ناديك. وانا متكيف جدا من اللعيبه الافارقه اللي بيجوا عندهم طموحات زي ما كبير لوبو ده لما جاء الهلال لاعب داير يتطور، عشان كده ادى للهلال اداء ممتاز وكان قمه التالق وكان نقطه قوه الهلال. طور نفسه ومشى لعب في فرنسا، افاد النادي ماديا، وقبل الماديا افاد الهلال وافاد ناديه يعني فنيا، ومشى بعد ذاك طور نفسه ومشى لقدام. ليه انت بترتضي انك تكون قاعد عامل كده يا اخي؟ ليه؟ اذا كان انت ما عندك طموح ولا انت عايز تتطور ولا انت وانت مرتضي بالحاجه دي وجلوسك في النادي يعني بالسنين مبسوط منه، طوالي انا الكلام ده بوجهه مباشره لمجلس الاداره. ليه الابقاء على هؤلاء اللاعبين؟ ليه ما تجيب لاعبين ثاني صغار في السن تزرع فيهم الطموح ويكون عندهم طموح انه يمشوا لقدام؟ ليه يعني؟ وطبعا اللعيبه السودانيين اغلب اللعيبه السودانيين الا ما ندر. وانا يعجبني جدا شيبوب اللي دائما بيحاول يتطور ويمشي من نادي لنادي وينتقل من دوري لدوري. الا ما ندر اللاعب السوداني دائما بيرتضي الوجود في الهلال والمريخ كقمه للطموحات.
لذلك انا بتمنى انه مجلس اداره نادي الهلال بالجلوس مع الجهاز الفني قربلة كنبة الاحتياطي وقربلة البدلاء 3 سنة فما فوق قعدت في الهلال ده، ما في النادي تمشي طوالي. معناه انت ما عندك طموح، انت ما عايز تمشي لقدام، فحتطور لي النادي كيف انت؟ فواحدة من اسباب انتكاسة الهلال عدم وجود البدلاء. الليلة لما عندنا 4 من الاساسيين عندهم بطاقات خايفين عليهم من دور الربع النهائي ما يتوقفوا، ما لقينا البدلاء. شفنا الاداء الكارثي والجنائزي للهلال في مباراة مازيمبي، شفنا الهزيمة الثقيلة بال4. لما في 3 لاعبين من الهلال مشوا بور السودان لظروف ما لقينا البدلاء. طيب انا ما لقيتك في ظروف زي دي، اول ما لعبت اخذت 4 وطلعت، استفيد منك 200 ثاني يعني، استفيد منك 200. كل ما تدخل بديل انا يدي في قلبي، مع انه مفترض يحصل العكس، يكون في اوراق رابحه للمدرب. انا كمدرب ما اتلفت كثير. كوليبالي ده حصل له اي حاجه عند لاعب جاي عارفه حافظه، ممكن ذاته ما اتكلم باشاره بيدي كده بيغش وبأدي لي زي كوليبالي او افضل منه. ليه يعني؟ الطيب بن زيتون محترف قاعد في الهلال تم قريبا سنه ولا كم قاعد او 6 شهور لحد لعب مباريات دوري موريتاني، لعب مباريات ابطال، لعب فرص بالجمله، مش انه ما احرز هدف، ما ادانا احساس انه هو داير يأدي. ودي يا جماعه تفرق يعني فرق كبير جدا بين لاعب مجتهد وعايز يأدي وما بين لاعب وما موفق، وما بين لاعب لا داير يأدي ولا داير يجتهد ولا داير يتحرك، قاعد يجرجر في ازيال ويجرجر في كرعيه جوا الميدان. انا بزعل اللاعب ده جدا. شفت النوع زي ده، شفت النوع لا داير يجتهد ولا داير يعني ولا هزيمه هامه ولا فريق ينتصر هامي ولا انا زي ده بزعلني جدا جدا. ده ما منه رجع. حارس مرمى تخش فيه الاهداف يطلع من الشبكه وعادي عنده ده ما فيه رجع. مهاجم قاعد وما جاب اهداف ولا صنع ولا عمل اي شيء ولا تحرك، ده ما منه رجع. لذلك حديث العلاقي اللي كان امس انا حضرت الحديث بتاعه في جزئيات انا اختلفت معه فيها او بختلف معه فيها. ما تقول لي هي تخطى المجموعات له كم سنه خطى المجموعات. انت صار قدر شنو؟ انت ما تعاين الهلال تخطى المجموعات، الهلال ده ما ياما تخطى المجموعات وياما وصلنا دور ال4 وياما وصلنا النهائي. انت ما تعاين ليه دي؟ انت عاين للصرف اللي انت صرفته والجهد اللي انت بذلته. هل الجهد ده يعني الغرض منه تخطى دور المجموعات؟ تبقى دي كارثه. محترفين بالجمله وجهاز فني ومعسكرات وتعبوا من دوله لدوله وعايشين في موريتانيا، وده كله عشان تتخطى المجموعات. اذا كان ده طموحك مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره. فيبقى يا جماعه في حياه كثيره في الهلال يجب ان يعاد النظر فيها. جرد حساب للجهاز الفني قبل ما يخش دور ال4 او عفوا دور الثمانيه، يجب انه الجلوس مع الجهاز الفني ومعرفه اسباب الاداء السيء في جميع المباريات، حتى بعد ذاك نعرف ليه خسرنا المباريات الاخيره دي. اول حاجه ليه الاداء كان سيء في مباريات المجموعه كلها اللي كسبناها وخسرناها. الشيء الثاني اعاده النظر في اللاعبين اللي موجودين في الهلال لاكثر من 3 سنة. اي لاعب قاعد في الهلال اكثر من 3 سنة عمل له جرد حساب. شوفوا قدم شنو؟ ما قدم حاجه، كتر خيره بارك الله فيه، تفضل يمشي. نجيب لاعب طوالي عمره 20 21 22 سنه جديد يلعب عسى ولعل يكون عنده طموح، لاعب سوداني يعني ولا ما ضر المحترف. مش الدوري السوداني ده من اي نادي يجيب لك لاعب بابخس الاثمان بتجيبه، اقلها يكون صغير في السن وعنده طموح، ادي فرصه بتاع 3 سنة ممكن ينجح فيها، ممكن يكون عنده طموح انه يمشي لقدام يعني. فهذا اللي وجب الحديث عنه في هذه الحلقه. هذه النقطتين المهمات ديل يجب انه مجلس اداره نادي الهلال يناقش النقطتين ديل، وان شاء الله نشوف تعديلات وتغييرات كبيره جدا في الهلال. وانا حاتكلم في الحلقه الجايه عن متطلبات الهلال في المرحله المقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا عزيزي المتابع، انا وصلت معك لخواتيم هذه الحلقه، الاقيك ان شاء الله في الحلقه الجايه. ويا جماعه ما تنسوا
الاشتراك في القناة، وما تنسوا اللايك والشير لأنه مهمات جدا عشان الحلقات تصل لأكبر عدد من الناس، وعشان أنت برضو الحلقة تصلك أول بأول. شكرا جزيلا للمتابع الكريم، ألاقيك إن شاء الله في الحلقة الجاية، إلى اللقاء.